السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده فيديو حلويات شرقي سهله وبسيطه هنعملها باسهل طريقه ممكن تتخيلوها. اول وصفه معايا هي وصفه البسبوسه. اول حاجه هعملها هي الشربات. خدت كوبايتين ونص من السكر، اي نوع سكر سواء ناعم فاتح او غامق مفيش اي مشكله. عليهم كوبايتين ونص من الميه. بعد كده عليهم عصير نص ليمونه، وعليهم معلقه كبيره من السمنه البلدي. بعد كده هحطهم على النار 7 دقايق ل 10 دقايق لحد لما تغلي معايا كويس جدا. بعد كده هركنه على جنب يهدى. بعد كده معايا 3 كوبايات من السميد السايب من عند العطار، مش السميد الاكياس الجاهزه. احط عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند، وعليهم نص معلقه من البيكنج باودر. هقلبهم كويس قوي مع بعض واركنهم على جنب. ومعايا تلت كوبايه من السكر. هبدا ان انا اكرملها على البوتاجاز بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد لما تاخد لون معايا الكراميل ده. وبعدين هجيب كوبايه من اللبن تكون دافيه شويه. بعد كده هبدا ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض لحد السكر بتاعي لما يدوب. كوبايه اللبن بتاعتك لو ما كانتش دافيه او سخنه على الاقل السكر هيقفش منك وهيعمل زي ما عمل معايا. مفيش اي مشكله، تفضلي تقلبي لحد السكر ما يفك معاكي ويدوب. هضيف 4 معالق من السمنه البلدي. لو المعلقه مليانه هضيف معلقتين ونص مليانين من السمنه البلدي. تمام كده. هبدا اقلب الخليط ده كله مع بعضه. نخلي بالنا ان احنا ما نضيفش الخليط بتاع السكر واللبن والسمنه وهو سخن على السميد علشان هيبوظ معانا الوصفه. نسيبه بس يهدى على جنب شويه. وبعدين هبدا ان انا اقلبهم هما الاتنين مع بعض لحد ما يديني خليط زي ما احنا شفناه في اثناء الخلط. بعد كده هدخلهم الفرن سخن من شغال من تحت. وهبدا ان انا اراقب البسبوسه بتاعتي لحد لما تستوي معايا وتكون بالشكل القمر ده، دايبه ناعمه طريه في نفس الوقت متماسكه وطعمها تحفه. يلا نشوف الوصفه اللي بعد كده. هعمل الاول الشربات بتاع الكنافه. 3 كوبايات سكر، معايا كوبايه ونص من الميه، وعصير ليمون، ورشه فانيليا. بس رشه الفانيليا بحطها بعد ما بخلص خالص وببدا ان انا اقفل على الشربات. زي ما احنا متفقين الشربات بتاعنا من 7 ل 10 دقايق على النار ويكون جاهز معانا. احنا هنعمل دي كنافه بالمكسرات. اي نوع مكسرات، مش لازم المكسرات اللي انا عملتها. انا جبت كميه كنافه بتاعتنا، طبعا مقدار الكنافه على حسب ما انتوا عايزين. بعد كده هبدا ان انا افرمها كويس جدا في الكبه. الكنافه دي كانت صبحه مفيش اي مشكله. هنقطعها وهنخلطها كويس جدا، مش لازم كبه كمان، ممكن تعمليها بايديكي. وبعدين بعد كده ببدا اجيب صينيه واحط فيها السمنه البلدي. وبعدين بعد كده ببدا اكبسها كويس جدا لحد لما تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري تحطيها في الفرن او على البوتاجاز زي ما انا عملت كده، بس اسهل طريقه هي على البوتاجاز مفيش اي مشكله. هبدا ان انا اقلبها على طبق زي ما احنا شفنا، وهبدا ان انا اقلبها على الجهه التانية علشان تاخد اللون القمر من تحت. بعد كده بجيب ميكس من اي مكسرات معانا. تمام كده. هبدا ان انا احط المكسرات بتاعتي وابدا اضيف عليهم معلقتين كبار من الشربات التقيل اللي احنا عملناه في اول الفيديو، علشان هو اللي هيمسك الشربات، هو اللي هيمسك المكسرات بتاعتنا دي مع بعض. هتبقى مش مفرفته كده وتقع من على الكنافه. بعد كده هحطه على وش الكنافه واكبسهم كويس جدا، مش مجرد ان انا افرده كده وخلاص، لا. ابدا ان انا اظبطه كده فوق الكنافه كلها عشان لما اقطعها مربعات او مثلثات تبقى المكسرات ماسكه نفسها كده فوق الكنافه، متبقاش ان هي تقع من عليها. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا. تقدروا تعملوا طبقتين من الكنافه وتحطوا المكسرات في النص وتحطوا طبقه فوق كمان، بجد بتبقى خطيره. بعد كده هبدا ان انا احط لها الشربات بتاعي على حسب ما احنا عايزين. لو انتوا عايزينها طريه قوي هنحط الشربات واغطي، لو عايزينها مقرمشه هحط الشربات واسيبها في الهواء عادي جدا مفيش فيها اي مشكله. زي ما انتوا شفتوا وصفه مفيش اسهل ولا اسرع من كده، على البوتاجاز وفي ثواني. زي ما احنا اتفقنا مش لازم تحطوا المكسرات اللي انا حطيتها، ممكن تكتفوا بفول سوداني وجوز هند ومجرد زبيب وبس. يلا نشوف الوصفه اللي بعد كده، وهي بجد من اسهل وانجح الوصفات اللي ممكن تعملوها. هي صوابع زينب. شايفين المقرمشه وفي نفس الوقت لما بتفتحوها كده من جوه شاربه من الشربات بتاعنا وقلبها طري وخطيره. معايا كوبايتين من السكر، انا هنا استخدمت سكر فاتح، تقدروا تستخدموا اي نوع سكر عندكم مفيش اي مشكله. عليهم كوبايتين من الميه. بعد كده هجيب 3 معالق صغيرين من السكر، عليهم نص كوبايه من الميه، وعليهم معلقه صغيره من الخميره. هبدا اقلبهم كويس قوي مع بعض، وهلف الكوبايه بتاعتي علشان تخمر معايا الخميره. ده عشان اتاكد من نشاط الخميره بتاعتنا. نغطيهم كويس جدا ونحطهم على جنب. طبعا الجو حر فعادي مفيش اي مشكله، هتعمل معانا بسرعه. معايا هنا كوبايه من الدقيق العادي، عليها نص كوبايه من الدقيق السميد، وعليها معلقه كبيره من النشا، وعليها باكت من الفانيليا، ورشه صغيره من الملح. هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. ومعايا هنا ربع كوبايه من السمنه او ربع كوبايه من السمنه على الزيت، بس انا بنصح ان انتوا تعملوا ربع كوبايه من السمنه. بعد كده هبدا ان انا ابسهم كويس جدا.
الخطوة دي هي اساس نجاح الوصفة الصوابع زينب بتاعتنا. هبدأ ابث في العجينة كويس جدا اللي هو عبارة عن سمنة ودقيق لحد لما الدقيق يشرب السمنة، ونبقى نختبر العجينة زي ما احنا شفنا دلوقتي كده. هبدأ ان انا اضيف المية اللي عليها الخميرة تدريجيا لحد لما العجينة تتلم معايا وتبقى عجينة قمر زي ما احنا شايفينها كده. هسيبها على جنب لحد لما تختمر من نص ساعة لساعة او على حسب الجو اللي احنا بنخمرها فيه. بعد كده هاخد العجينه اقسمها نصين واغطي عليها، انا مش عايزه الخميره تتساب قدامي علشان ما تنشفش مني. طيب الحجم صباع زينب البرفكت المظبوط الجميل المية مية هنعمله 7 جرام. طيب انا لو ما عنديش ميزان ومش عايزه بقى ان انا اقعد اوزن، هبدا افرد العجينه زي ما احنا شفنا كده، نخليها رفيعه على قد ما نقدر، وهبدا اخد عقله الصباع واعملها كانها هي المقاس بتاعنا. مبدئيا كده صوابع زينب مجرد ما عملنا الخطوه دي وهنبدا ان احنا نصبعها اللي هو نشكلها يعني على الشبكه، ما بسيبهاش تخمر نهائي، ببدا ان انا احط في الزيت مباشره. عشان كده انا قسمت العجينه بتاعتي على 3 على حسب الطاسه بتاعتي لما هتاخد. ممكن لو الطاسه بتاعتك صغيره هتبداي ان انت تقسميها على عدد اقل، تغطي العجينه كويس جدا، لان صوابع زينب مجرد ما شكلناها على المصفى نزلنا بيها في الزيت مباشره، زيت درجه حراره متوسطه علشان ما تاخدش لون من بره وتفضل من جوه عجين. مجرد ما تطلع من الزيت بنزلها في الشربات مباشرة زي ما انتوا شفتوا. انا ببدأ احمر وانزل في الشربات، وبعدين بعد كده ببدأ ان انا اعمل كمية تانية، ما بشكلش الكمية اللي بعديها غير لما بكون متأكدة ان الكمية الاولانية خلصت معايا. زي ما انتوا شايفين الرسمة ثابتة، اللون تحفة، القرمشة، الطعم من جوه قلبها هش، طعمها تحفة جدا. جربوها هتعجبكم، واثقه ان هي هتعجبكم وهتفضل لتاني يوم مظبوطه 100%. يلا بينا نعمل معشوقه الجماهير الكنافه بالقشطه. وصفه مفيش اجمل ولا اروع من كده، زي ما انتم شايفين خطيره بجد، روعه. معايا كميه كنافه زي ما اتفقنا، الكنافه من الحلويات الشرقيه اللي ملهاش معيار. هتاخدي كميه الكنافه اللي انت عايزاها على حسب الصينيه اللي انت هتعمليها، على حسب افراد الاسره اللي انت هتعملي لهم. بصوا كده انا شلتها في الفريزر وطحنتها عشان عايزاها تبقى ناعمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هبدا اطحن الكميه بتاعتي كلها اللي انا عايزاها، وهبدا اجيب سمنه ادهن الصينيه بتاعتي من تحت كميه سمنه محترمه. وبعدين بعد كده هبدا اخد نص كميه الكنافه بتاعتي وابدا ارشها زي ما انتم شايفين كده. شايفين مجرد رش، ما تخافوش، هنكبسها دلوقتي وهتمسك في بعض وهتبقى خطيره. بعد كده بما اني هعمل كنافه بالقشطه، هبدا احط في الحروف زي ما انا بعمل كده، اعمل زي سور في الجناب علشان الحشوه بتاعتي ما تخرجش مهما ضغطت عليها من فوق، ما تخرجش مني على جناب وتبدا تتحرق مني. بعد كده هجيب سمنه تاني وابدا ارش عليها من فوق. نبدا نضغط كويس جدا لحد لما تلاقي الكنافه بتاعتك اتكبست وبقت 100 100. بعد كده هبدا احضر الحشو بتاعي او القشطه الكدابه. هعمل ايه؟ انا جبت كميه من اللبن زي ما اتفقنا، اللبن بتاعي على حسب كميه الكنافه او على حسب حجم الصينيه اللي انا هعمله، بس انا بحب القشطه كتير شويه، فانا جبت هنا لتر من اللبن. لتر اللبن او كوبايه اللبن عليها معلقه من الدقيق، عليها معلقه من النشا. كل كوبايه لبن عليها معلقه دقيق ومعلقه نشا. تمام كده. انا هنا مش هضيف سكر لان دي كنافه بعد ما اخلصها وبعد ما تستوي هسقيها شربات، فانا هنا مش هضيف سكر، بس هضيف لها رشه من الفانيليا. تمام كده. بعد كده هبدأ ان انا احط الخليط بتاعي في النص زي ما احنا شايفين، وما تقلقوش الخليط دلوقتي هنحط عليه الكمية اللي فوق او الطبق اللي فوق هتبقى مظبوطة وزي الفل. عشان كده انا كنت بقول لكم انا عايزة الخليط بتاعي يبقى خفيف عامل زي الرمل زي ما انا برشه كده، عشان يدخل في كل الجناب وفي كل الاماكن اللي مش هعرف اوصل ليها. وبعدين بعد كده هبدأ ادخلها فرن سخن من تحت، بس هحطها على الشبكه لحد ما تاخد لون من تحت ومن فوق. لو ما خدتش لون من الوش هبدا ان انا اشغل لها الشوايه. بعد كده مجرد لما تطلع ببدا ان انا اسقيها الشربات اللي احنا عملناه، وبعدين ببدا ان انا اسيبها تهدى خالص وابدا ان انا اقطعها واقدمها. تقدري تقدميها وهي سخنه، ولكن هتبقى مفككه معاكي، مش هتبقى ماسكه نفسها زي ما انا عملتها دلوقتي كده. يلا بينا على الوصفه اللي بعد كده واخر وصفه معانا، وهي وصفه القطايف. طبعا القطايف مرتبطه برمضان شويه، بس تقدروا تعملوها في اي وقت، هي وصفه سهله وبسيطه واقتصاديه، مفيش بجد وصفه موفره اكتر من كده. معايا هنا كوبايه من الدقيق، عليها معلقتين من السكر، عليها رشه من الخميره، عليها رشه من الملح، عليها معلقه من النشا، وبعجن بميه دافيه. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، وما تنسوش تضيفوا رشه فانيليا. هنعجن بقى لحد لما تديني القوام اللي احنا هنوصل ليه في الفيديو دلوقتي. كوبايه الدقيق بحط لها كوبايه ميه، ولكن بضيف تدريجيا زي ما احنا شايفين كده. تكنيك التقليب او تكنيك العجن بيفرق جدا في نجاح القطايف بتاعتنا.
شفتوا انا بقلب ازاي؟ بعدين بعد كده هبدا ان انا اغطيها واسيبها تختمر. شايفين انا اختبارها اهو على ظهر المعلقه، ببدا ان انا امسح المعلقه من النص ما بتنزلش. انا خدت كوبايه كامله من الميه وناقصه حاجه بسيطه زي ما انتم شفتوا. بعد كده بجيب اي حاجه اقدر اصب بيها القطايف بتاعتنا، سواء كان شفشق زي ده، كوبايه ليها بوز، تقدري تحطيها في كيس، بس انا بفضل الشفشق، هتقدري ان انت تتحكمي فيه اكتر. تمام كده. ببدا اجيب طاسه سخنه جدا، وبعدين بهدي درجة الحرارة للنص، يعني انا بسخن الطاسة كويس جدا وبعدين اهدي درجة الحرارة للنص. طيب انا لقيت فيها فقاعات واسعة زي ما انتم شايفين، دي معنى كده ان هي محتاجة تهبطي الخمر بتاع القطايف. يعني ايه تهبطيه؟ بالمعلقة كده تربي العجينة وتفضلي توزعي فيها علشان تهبطي الخمر بتاعها. زي ما انتم شايفين الشكل اتغير والفتحات بقت اصغر وبقت متساوية وبقت مظبوطة 100%. وبعد كده عايزه القطايف بتاعتك تكون مقرمشه، ده السر، مقرمشه لابعد درجه ممكن تتخيلوها. بتطلعيها تكون بيضه من ورا، تكون مستويه معايا تمام وزي الفل، ولكن تكون بيضه. تمام كده. هبدا اعمل الحشوه دي اختياري اللي انت عايزينه، اي حاجه عندك مفيش فيها اي مشكله. تقدري تحشيها حلو، تقدري تحشيها حادق، باي وصفه انت عايزاها هتنفع وتبقى زي الفل. هبدا اخد الحشوه بتاعتي واحشيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهبدا ان انا كده خلصنا فيديوهاتنا للنهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. تمام كده. بقى لايك وفيديو وشير لاصحابكم. بيبقى سخن جدا، ببدا انزل القطايف بتاعتي وبعدين اهدي درجه الحراره للنص، وتقلبي القطايف كويس جدا علشان ما تشربش زيت معاكي وما تاخدش لون بسرعه، وفي نفس الوقت تفضل مقرمشه لو حتى قعدت لتاني يوم او تالت يوم كمان. طلعها على مصفى مش على مناديل، وبعدين بعد كده بطلعها على المصفى كويس جدا، ما بحطش على بعض. يعني مثلا طلعت شويه في الاول وبعدين شويه تاني، ما بحطش كتير على بعض. تمام كده. طيب انا بحطها كده زي ما انتم شايفين، ما بنزلش القطايف في الشربات علشان ما تبقاش معجنه. انا زي ما انتم شايفين وقت التقديم ببدا اديها رشه كده من الشربات عادي جدا، وبتبقى خطيره. لو انتوا حابين تنزلوها في الشربات مفيش فيها برضو اي مشكله.